والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته علينا وعليكم أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبات. باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. وبلا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: لا تتبعه لا تبتعه ولا تعود في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. Sebab kita pergi kat orang dah apa dah ikut-ikut tengok gapo kata dengan ni nak ambil balik ke bagi ni tak payah dah kita pergi kat biar dah. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد لا تتبعه وإن أعطاكه بدرهم. وبلا قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. وبلا قال حدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعود في صدقتك. وبلا قال حدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث مالك. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنهم حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعود في صدقتك يا عمر. باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. Jadi di sini ada istisna lah. Kecuali ibu bapa. Tu je. Bila? Kecuali ibu bapa. Kalau ibu bapa benda ke anak, lepas tu dia nak ambil balik boleh. Boleh. Dia tak termasuk daripada hadis atas kat dia. Lepas tu lagi tak boleh ambil tu adalah ba'dal qabdi, selepas qabak. Kalau sebelum qabak boleh. Ambil ni. Dia tak qabak, anak pun ambil balik. Dia tak termasuk daripada hadis kal-kalbi ya'udu fi qai'i. Yang termasuk tu adalah ba'dal qabdi. Jadi kita ada selain daripada ibu ayah dan ibu ayah. Kalau selain pada ibu ayah tengok sebelum qabak ataupun selepas qabak. Kalau sebelum qabak tidak ada. Lepas qabak tu tak boleh. Okey. Kalau ibu bapa tak kira lepas qabat ataupun qablal qabdi, dua-dua tu boleh. Kecuali jika anak dia tu cerdik. Jika anak dia tu telah jual. Barang hak mak pak tu dia pun jual. Lepas tu dia pun beli balik. Jadi barang tu dia perolehi daripada jihad dia beli. Bukan dia dapat hibah. Jadi tak boleh nak kembali balik. Kecuali jika dia telah berlaku perpindahan milik. Dia jual kawasan dia pun beli balik. وبلا قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وبلا قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد وذكر نحوه. وبلا قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. وبلا قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. وبلا قال حدثناه محمد بن المثنى قال ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الآعد في هبته كالآعد في قيئه. وبلا قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وذكر مثله. وبلا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء فيه ثم يعود في قيئه. Jadi di sini hadis yang dibawa semua ni dia tidak mutabaqah dengan terjemah. Kalau kita bahas terjemah kata apa? Tak boleh rujuk sedekah dan hibah selepas khabar. Tak apalah. Ba'dal qabdi tu ambil mana? Daripada hadis-hadis yang disebut tadi, mana sebut pasal khabar? Yang kedua, illa ma wahabahu liwaladihi. Mana istisna tu mari? Okay. Mana istisna tu mari? Sepatutnya kalau terjemah dia kena mutabaqah dengan ahadithul bab. Boleh hadis yang terbawa tu dia kena mutabaqah dengan terjemah. Enta terjemah kata apa? Boleh. Apa orang panggil bab tu enta tulis apa dia? Nama bab sekian. Enta ada 3 dakwah. Yang pertama tak boleh rujuk pada sedekah. Tak boleh rujuk ni bila? Ba'dal qabdi. Okey, kecuali. Jadi 3 perkara enta dakwa. Yang enta hak marinya adalah yang pertama saja. Dakwah ni yang pertama saja. Untuk jawapan ni, boleh. Orang hak bawa syarah Imam Nawawi tak mari. Jadi, tak boleh nak jawab. Jadi ada iskal lah. Sebab tidak mutabaqah. Terjemah dengan ahadisul bab. Mungkin Imam Nawawi nak isyarat kepada hadis ni ada takhsis. Takhsis ni tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Takhsis tu diriwayatkan dalam bab dalam kitab-kitab yang lain. Jadi Imam Nawawi isyarat sahaja. Boleh. Maknanya jangan mupahir daripada hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Muslim ni saja. Sebab kita tahu dah kan. Babu tahrimi ar-rujuk ni adalah perkataan Imam Nawawi. Boleh Ustaz Ju? Patut ahadisul bab, ahadis semua ni adalah perkataan Imam Muslim. Jadi Imam Nawawi di sini wallahu a'lam, Imam Nawawi di sini dia nak isyarat bahawa jangan berpada dengan ni saja. Dalam kitab-kitab lain ada takhsis bagi hadis ni. Nah. Babu karahiyati tafdhili ba'dil awladi fil hibah. وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل ولدك nahaltahu mithla hadha, maknanya kamu bagi hadiah kepada anak kamu serupa dengan gini juga ke hak lain-lain. Okey. Maka dia berkata, faqala la, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'hu. Ni ada ni. Dia beri dah kan. Lepas tu Rasulullah pun suruh ambil balik. Tengok, hibah. Lepas tu Rasulullah suruh ambil balik. Muhad ni boleh jadi takhsis. Boleh jadi takhsis bagi seorang ayah. Apabila dia bagi kepada seorang anak, maka dia boleh ambil balik. Ya.
Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Mana An-Nawawi? Kita nak ni. Lari. Tekan dah lari. Nakal. وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل بنيك نحلت قال لا قال فردده. Hari tu masuk hadis ni. Hadis. Tolong pakai masuk ni. Dia tanya isteri, apa orang panggil? Isteri kepada Bashir, nama engkau apa? Tak masuk. Masuk ke apa? Tak ingat dah. Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة وحدثنا كتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك. ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. وبلا قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا الغلام؟ قال أعطانيه أبي. قال أفكل إخوتك أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا. قال فرده. وبلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو الأحوص عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة adik-beradik kepada Abdullah bin Rawaha لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وبلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقال لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جو. وبلا قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألك بنون سواد ألك بنون سواه؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا أشهد على جو. وبلا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه فلا تشهدني على جور. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد العالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن الدورقي
جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن وبلا قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ولدك أعطيته هذا قال لا فقال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا قال بلى قال فإني لا أشهد قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم وبلا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. Jadi last kali dia tak bawa juga apa yang membenarkan dakwah dia tu, iaitu membenarkan dakwaan al-Imam An-Nawawi boleh, iaitu ba'dal qabdi dengan illa ma wahabahu liwaladihi. Boleh. Illa ma wahabahu liwaladihi tu selesai dah, sebab tadi dia kata farji'hu, nak ambil balik. Boleh, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh ambil balik. Okey, hukum seorang ibu bapa dia melebihkan salah seorang anak tu, kita ada tafsilah inda istiwa'il hajah ataupun tidak istiwa'il hajah. Kalau tidak istiwa'il hajah, maka yang tu boleh. Tak sama hajat. Boleh. Ustaz Jo hok dok universiti dengan adik dia hok dok tadika, mana sama? Boleh, tak sama hajat. Maka yang tu boleh kita tafdil. Okey, kalau ketika sama hajat boleh ke tak? Dalam mazhab kita hukum dia makruh. Boleh, tidak haram. Boleh, sebab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia bagi kepada Siti Aisyah. Boleh, rasanya lebih daripada 100 lebih wasak, tamak. Boleh, dia bagi tamak bertantan lah. Boleh, kalau lah ni. Dia bagi kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah tak qabah. Jadi hadis ni lah yang mentakhsiskan ba'dal qabdi dengan qablal qabdi. Boleh. Jadi dia Sayyidina Abu Bakar bagi kepada Siti Aisyah, tapi Siti Aisyah tidak qabah. Lepas tu matilah Sayyidina Abu Bakar. Dekat Sayyidina Abu Bakar nak mati tu dia kata, aku telah bagi kepada kamu benda kan, tapi hari ni tak ada dah. Boleh. Jadi apa dia? Jadi harta saka dah. Nah, jadi harta saka untukmu, adikmu seorang, mu. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, untuk adik lakimu, lepas tu untukmu laki dengan puan, lepas tu ada seorang lagi. Ada seorang lagi? Mana seorang lagi? Seorang lagi tu dengan Ummu Walad. Boleh? Ummu Walad. Sayyidina Abu Bakar takut dia mengandung, ada adik. Jadi itu adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, tak boleh nak susu saja. Nyanyo kalau saja, kalau bini dua nanti boleh kena royak. Boleh kau bini. Hop pertama tu dekat nak mati dengan royak. Abang bini dua. Selama ni abang pergi khusus 3 hari seminggu tu ya Allah. Babul umrah. Al-umrah adalah Allahumma salli ala Muhammad, enta bagi kepada seseorang tu selama mana enta masih hidup. Boleh. Enta kata gini lah, ambil rumah ni sama aku masih hidup, mengguna. Boleh. Okey. Maka macam mana? Kalaulah dia mati, kalaulah seseorang tu mati, adakah rumah tu dia akan jadi balik? Boleh, dia akan jadi balik mari mula kepada tuan hak bagi, ataupun macam mana je? Okey, tengok. Wabila qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abd الرحمن an Jabir ibn Abdullah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ayyuma rajulin u'mira umra lahu wa li'aqibihi fa innaha lilladhi u'tiyaha la tarji'u ila alladhi a'taha li'annahu a'ta 'ata'an waqa'at fihi al-mawarith. Tengok. Tengok dah. Kalaulah dia bagi. Okey, tengok. Selama masa aku masih hidup, moga tu tengok kawan tu mati. Agak-agak dia boleh kepada dia ke? Ataupun boleh kepada anak-anak dia. Okey. Zahir daripada hadis ni, tak boleh kepada tu orang yang tabui tu. Guna sepanjang hidup. Selama mana aku masih hidup, dia mau guna rumah tu. Okey. Jadi, adakah dia kembali balik kalau dia tu mati, dia jatuhkan anak ke ataupun dia kembali kepada tu asal? Tak. Nabi SAW kata, kalaulah dia kata, ambillah guna kamu dengan anak-anakmu, boleh. Maka tak kembali dah. Boleh. Dia kena kepada entah dah lah. Kalau anak bagi, dia kata, jom guna. Sepanjang anak masih hidup, guna. Entah mati dulu. Boleh. Anak kata, laka wali akibika. Entah dengan anak-anak entah. Boleh. Oh, khalas. Maka tak kembali kepada anak. Tak. Pergi kepada anak-anak. Wabila qala hadathana Yahya ibn Yahya wa Muhammad ibn Rumahin qala akhbarana al-Layth حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعاقبه فقد قطع قوله حقه فيها. خلاص tak ada dah. Hak anak tak ada pada rumah tu. وهي لمن أعمر ولعاقبه غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعاقبه. وبلا قال حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد. Jadi kalau dia kata gitu, aku bagi kamu, bagi anakmu, sepanjang mana anakmu masih ada, boleh. Fa innaha liman u'tiyaha. Jadi ini adalah bagi orang hak bagi. Wa innaha la tarji'u ila sahibiha min ajli annahu a'ta 'ata'an waqa'at fihi al-mawarith. وبلا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك. Tengok tu. Masalah ni kita nak keceknya adalah laka wali'akibika. Tengok. Jo ambil kepada enta dengan anak-anak enta. Boleh? Hak tu. Tapi fa amma idza qala hiya laka ma ishta, boleh. Ambil guna selagi mana mu hidup je. Boleh. Jo mati maka mari balik. Fa amma idza qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Nah. Wa qala Ma'mar wa kana az-Zuhri yufti bihi. Dengan pendapat ni lah, tengok lafaz dia. Adakah dia kata hiya laka wa li'akibika ataupun dia kata hiya laka ma ishta ataupun hiya laka ma ishtu. Boleh. Tengoklah. وبلا قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من اعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. ثنيا معنى استثناء. ثنيا adalah istisna. قال ابو سلمة لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. وبلا قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة لمن وهبت له. وبلا قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بمثله. وبلا قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وبلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة. وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. وبلا قال حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا. Balahnya dia bagi kan, dia bagi tengok tina tu mati kan, Allahumma salli, matilah tina tu. Dia puan ni, dia ada anak, lepas tu puan ni dia pun buat umrah kepada orang lain, puan tu mati, jadi rumah tu anak-anak nak boleh, maka dia kata raja'al haitu ilaina, bukan rumah apa, kebun taman. Wa qala banul mu'mar bal kana li abina hayatahu wa mautahu, ada ayah kami dia hidup ke dia mati ke hak ayah kami dah. Fakhtasamu ila tariqin maula Uthman fada'a Jabiran fashahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umra li sahibiha faqada bidzalika tariqun thumma kataba ila Abdul Malik fa akhbarahu dhalika fa akhbarahu bi shahadati Jabirin faqala Abdul Malik sadaqa Jabirun fa amda dhalika tariqun fa inna dhalika al ha'it li bani al mu'mar hatta al yawm. Bagi anak-anak tu siapa suruh mak dia buat gitu? Nah, sebab dia termasuk daripada hibah. Apabila kita hibah, maka tak boleh kita nak ambil balik. Nah, sebab dia bukan anak. Nah, saja. Umrah ni daripada bab hibah. Apabila kita hibah, tak boleh ambil balik. Nah. Wabila qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Ishaq bin Ibrahim wa lafdhu li Abi Bakr qala Ishaq wa akhbarana wa qala Abu Bakr hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة جائزة. وبلا قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال العمرة ميراث لأهلها. وبلا قال حدثنا محمد بن المثنى وابو بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة جائزة. وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصية. باب. وبلا قال حدثنا أبو خيثمة وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وبلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قال وله شيء يوصي فيها ولم يقول يريد أن يوصي فيه. وبلا قال حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعيد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله. وبلا قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة
قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وبه لا قال حدثني أبو طاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث. باب الوصية بالثلث. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعل في امرأتك. Semua tu boleh pahala je. Jadi jangan duk harap kau anak. Jangan duk harap kau orang lain. Nah, kita kena wasiat juga. Boleh hak lain kita tinggalkan anak. Betul, kita tinggalkan anak. Hak tu kebajikan untuk anak. Tapi untuk diri kita ada 1/3 untuk buat kebaikan. Boleh. Baik kita katalah 1/3 ni untuk sejik, untuk tahpih, untuk ni. Royak tu. Boleh. Jangan kita harap kau. Jangan harap kau anak. Kita tinggal duit belakang. Tak apa anak kau juga. Tengok-tengok. Habis lah. Mana tadi? Qala qultu ya Rasulullah. أخلف بعد أصحابي قال فإنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بها وجه الله إلا ازددت فيه درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. Ada mau hidup panjang lagi, jangan risau. Nah, ni pada Hajatul Wada' dah kira. Nah, tapi dia tak mati. Nah. Sa'ad bin Abi Waqqas tak mati masa ni. Boleh. Bahkan boleh. Ni apa orang panggil? Allahumma salli ala Muhammad, satu ni lah, satu apa orang panggil, satu tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yunfa'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Ada yang mana orang dapat manfaat daripada kamu dan ada orang dapat mudarat juga daripada kamu. Di antara mudaratnya adalah apabila dia masuk perang. Apabila dia masuk perang, maka jadi kan orang lain dapat mudarat kan. Dia perang apa gini kan menang. Jadi orang lain dapat mudarat. Nah, di antara mudarat juganya adalah anak dia. Nah, anak dia termasuk daripada orang yang mana? Orang yang mana menentang Sayyidina Al-Husain. Pada zaman Sayyidina Husain lah. Jadi ini adalah satu tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak salah? Tak salah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak. Boleh. Sebab anak dia buat gitu, nak orang dah. Sebab anak dia ikut orang lain. Okey. Nama apa je? Anak dia. Nama Umar. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia jadi qaid dah. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi qaid dalam perang itulah. Perang Karbala tu. Ala kulli hal. Qiyadatul jaysh alladhi qatala al-Husain ibn Ali fi ma'rakati Karbala. Qaid. Tapi last kali dia mati pun kena bunuh kok. Ala kulli hal. Begitu dah. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Lakin al-ba'isu Sa'd bin Khawlah qala rathalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an tuwfiya bi Makkah. Kata jangan risau. Ya Allah, sempurnakanlah bagi sahabat aku hijrah mereka. Sebab apa? Sebab orang yang mana hijrah lepas tu mati tepat hak dia hijrah, tak? Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kalau mati tepat daripada tempat dia hijrah Mekah tu,
share dia. Boleh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam doa Sa'd bin Abi Waqqas biar sempat mati di Madinah ke, mati tempat lain ke. Boleh, jangan mati di Mekah. Dia kata hak share-nya adalah Sa'd bin Khawlah sebab dia mati di Mekah. Dia di Mekah. Lepas tu dia hijrah di Madinah. Lepas tu mati di Mekah. وبلا قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وبلا قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحافري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. وبلا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت فالنصف فأبى قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث وقال فكان بعد الثلث جائزا. وبلا قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا. وبلا قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا فقلت أبي الثلث فقال نعم والثلث كثير. وبلا قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Tengok tiga orang anak dia. Anak Sa'd bin Abi Waqqas. Kena tengok ni berapa orang anak Sa'd ada. Ramah Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqas, Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas, Mus'ab ibn Sa'd bin Abi Waqqas, Ibrahim ibn Sa'd bin Abi Waqqas, Aisyah bintu Sa'd bin Abi Waqqas dan Umar. Boleh? 9 orang anak. Boleh? 5 jatah dan seorang tino. Nah, seorang itu masalah sikit. Umar ibnu Sa'd bin Abi Waqqas Az-Zuhri. Nah, moga-mogalah dia diampunkan. Ala kulli hal. Mana tadi? Semua dia kata 3 orang kan? Tadi ada ni adik-beradik. Kulluhum yuhaddithuhu an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'din ya'uduhu bi Makkah fa baka. Dia sedih. Qala ma yubki? Qala qad khashitu an amuta bil ardi allati hajartu minha kama mata Sa'd bin Khawlah. Kata aku takut mati di tempat aku hijrah daripadanya, aku takut aku mati di Mekah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan 3 mirat. Qala ya Rasulullah inna li malan kathiran wa innama yarithuni ibnati. Mewarisi akunya anak aku ya. Dapat apa? Dapat semua harta lah kalau al-qawlu birrad. Dapat semua harta kalau kita kata dia ada rad. Seorang anak tua ke dapat fardhan wa raddan. Nah, kalau kita kata dapat kepada baitul muslimin, bait mal muslimin, maka kita kata 1/2 bagi anak dia, 1/2 lagi bagi muslimin. Afa usi bimali kullihi qala la qala fa bi thuluthain qala la qala fa nisfu qala la qala fa thuluthu qala athuluthu wa thuluthu kathir inna sadaqataka min malika sadaqatun wa inna nafaqata ala iyalika sadaqatun. Tengok, sedekah daripada harta kamu tu sedekah, nafkah pun sedekah. Wa inna ma ta'kulu imra'atuka min malika sadaqah, binimu makan pun sedekah. Wa innaka antada'a ahlaka bi khairin aw qala bi 'aishin khairun min antada'ahum yatakaffafuna an-nas wa qala bi yadihi. Boleh. Allahumma salli ala Muhammad, kamu tinggal ahli keluarga kamu dengan baik, hidup dengan baik, hak tu lebih molek daripada duk buat gini kepada orang nak sia. Ada minta dengan orang. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat dengan tangan, minta dengan orang. Sadiq. Jangan buat gitu. Payah nak cari orang minta dekat hot juru. Nah. Kalau anak lah, prinsip anak, kalau dia minta nak tak wi. Nah, tapi kalau dia senyap
Boleh. Dia senyap ke apa gini. Atau insya-Allah peluang besar untuk Nawawi. Tapi orang ni tak nak takwil. Wabila qala hadatsani Abu Rabi' al-Ataki qala hadatsana Hammadun. Tapi tak boleh lawan ke apa? Tak boleh lawan di apa? Masjid Ibnu Athaillah. Wabila qala hadatsani Abu Rabi' al-Ataki qala hadatsana Hammadun qala hadatsana Ayyub an Amr ibn Sa'id عن حمير بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي. وبلا قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا هشام عن محمد عن حمير بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. وبلا قال حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير أو كثير. Jadi kalaulah dia buat 1/4 atau lebih comel sebab Rasulullah sendiri pun kata al-thuluthu kathir, 1/3 ni banyak. Babu wusuli thawabi sadaqati ila al-mayyiti. Ini jelas kan? Saja. Siapa kena pahala kepada orang mati? Siapa? Boleh. Jangan kata tak siapa. Dia mau tahu mana kak siapa tak siapa? Dia mau telefon kau? Dan dia mau tahu mana siapa ni? Kita tunjuk. Dah, kita tunjuk. Ni siapa? Aduh lah. Wabila qala hadatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr qalu hadatsana Ismail wa huwa ibn Ja'far 'an al-'Ala'i 'an abihi 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu qala na'am. Tengok kalau anak sedekah siapa? لا. وبلا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها قال نعم. وبلا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم. وبلا قال حدثنا هو أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما فأفلها أجر كروايات ابن بشر. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. وبلا قال حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. باب الوقف. وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من واليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متوول فيه. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثر مالا
قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر ما لا. وبلا قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد وذكر مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. وبلا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحافري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو فلما أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. وبلا قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا وكيع حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد وذكر مثله، غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية؟ وبلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وبلا قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وذكر مثله. وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالتصدي فلقد إن خانث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصل إليه. Ini bala awal lagi dah. Dia kata khalifah lepas Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Maka Siti Aisyah kata, bila dia wasiat? Rasulullah duduk dengan aku, yang apa mati pun duduk dengan aku. Bila dia wasiat? Nah. وبلا قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه. نعم. قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا واكع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتوني بالكتف والدوات أو اللوح والدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهجر. وبلا قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوموا قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغاتهم. Nah, itu adalah satu kerugian bagi umat. Nah, kalaulah mereka tak balas di sisi Rasulullah masa tu, maka Rasulullah akan tulis dah garis panduan. Boleh? Macam mana nak hadapi fitnah. Macam mana nak buat. Tapi, takdir Allah gitu dah. Kitabun Nadhri. Babul amri biqada'in nadhri. Wa bila qala hadathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi wa Muhammad ibn Rumhin. ابن المهاجر قال أخبرنا الليث حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقضه عنها وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا وبلا قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. Tengok. Apa nazar ni sebenarnya nak mengelawakkan orang itu daripada kebakhilan. Kalau tidak ada nazar dia tak sedekah saja. Kalau tidak ada, kalaulah aku luluh tahun 4 ni, kalaulah tak ada luluh tahun 4 dia tak sedekah. Nah, kalau agak-agak lah, bawa 3 madah. Agak-agak dia belanja ke sayang-sayang dia. Kedekut tu maknanya. Innahu la yaruddu syai'a wa innama yustakhraju bihi minasy-syahih. Nah, mengeluarkan daripada kedekut. Ustaz je. Nah, sebenarnya orang tu kalau dia pemurah, dia naik tahun ke dia tak naik tahun ke? Dia belanja sayang-sayang dia kan hari Jumaat. Bila tunggu Ustaz Wi mari, dia belanja skrin dulu dah. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala skrin ko murah deh. 10 genih deh. Mahal? Berapa? 5 dulu 5 ni. 10 lah ni 10 tu kira mahal. Gitu. Patut ni 500 ni lah ke mana? Wabila qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Yazid bin Abi Hakim an Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an-nadhru la yuqaddimu shay'an wa la yu'akhiruh. Dia tidak ke depan, dia tidak ke belakang. Benda tu kalau dia tetap apa kita fake, boleh. Sebelum ni kita tak baca apa semua, tak jadi apa saja. Lepas tu wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Wa bila qala hadatsana Abu Bakar bin ada juga dah pemangking untuk waktu ubik piti. Kalau tidak memang tak waktu ubik. Wa bila qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ghundar an Syu'bah حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وبلا قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن عبد الرحمن يعني عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير. وبلا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا
وإنما يستخرج به من البخيل. وبلا قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. وبلا قال حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. Kau kena saja. Dia mengeluarkan daripada bakhil, apa hak bakhil dia tak sih waktu keluar. Kecuali dengan sebab nazar. Nah, kalau tidak nazar agak memang tak tahu biti. Nah. Senang atak kaki. Wabila qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Ya'qub yani ابن عبد الرحمن القارية وعبد العزيز يعني الداروردية كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد وذكر مثله. باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا وفاء فيما لا يملك العبد. وبلا قال حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال كانت ثقيف خلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال ما شأنك فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة خلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال ما شأنك قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني قال هذه حاجتك ففودي بالرجلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت الأنباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العباء فلم ترغو maknanya apa? Bunyi unta. قال وناتقة منوقة فقعدت في عجوزها ثم زجرتها فانطلقت. Tak? Puai tu digak, kena igak. Lepas tu kena kurung lah. Lepas tu terlepas. Orang tu dia sipai unta tengah-tengah jalan gitu ya. Maka dia pun cuba nak ambil unta. Dekat dengan unta tu dia pun bunyi. Tak boleh unta ni. Dia ambil unta ni tak boleh. Dia pun ambil unta nama Abbad. Boleh? Tak bunyi hak ni. Dia pun naik, dia pun pukul pun pergi, lari. Boleh unta seekor. ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوا فأعجزتهم قال ونذرت لله dia pun nazar إن نجاها الله عليها لتنحرنها. Yang kata kalau aku selamat hari ni aku akan sembelih unta ni. Unta hak dia ambil tu bukan unta mu. فلما قدمت المدينة رآها الناس وقالوا العباء ناقة رسول الله. Itu adalah unta Rasulullah. Adalah. وقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله. Mari kat Rasulullah. فذكروا ذلك له. قال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية. Tak ada. Tak boleh kalau kita nazar pada maksiat, tak boleh kita sempurnakan. Wala fi ma la yamlikul abdu. Hak ni. Bukan milik enta. Bukan milik enti, sorry. Tapi dia sungguh lah. Cepat-cepat tu. Berkat unta Rasulullah dia selamat. ولا فيما يملك العبد وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله. وبلا قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت الأضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج
وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. Jadi Ustaz Jo, kalau kita cerita kan, kita kata tak boleh kita nazar pada apa dah, pada benda hak kita tidak miliki. Hak orang kita kata aku nak sembelih kambing ni, belilah kalau nak tu ya. Alah, kalau kita tak ingin kita nak kata kita nak beli. Alah. Tapi kalau kita tak miliki tapi kita nak sembelih, kata aku nazar dah nak sembelih kambingmu. Nak beli tak say. Tak ada aku nazar weh. Alah. Kita ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la wafa'a li nadhri fi ma la yamliku al-'abdu. Boleh antara ayat gitu. Lepas tu sebab wurud hadis ni cerita yang menarik. Lepas tu entah tak cerita. Sebab tu jadi sedap. Boleh. Jadi hadis tu kita boleh relate Ustaz Jo. Boleh. Hadis ni wurud pada seorang puai bla 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 bla. Cerita. Barulah orang dengar. Ustaz Jo. Dia dalam ceramah Maghrib ni Ustaz Jo. Dia tak boleh Allah Maha, dia tak boleh poin banyak. Dia kena poin lepas tu buah. Ada paling banyak tu 3 poin. Dia tak boleh poin, dia kata 10 poin. Okey, daripada hadis ni kita boleh ambil 10 poin. Tak boleh. Mampu kerah. Orang kampung dia tak. Dia panggil apa? Dia tak, kita kalau kita kecap kita dia tak jijak. Tak jijak pada bumi. Tinggi sangat tu. Mata ke dia ngaji masjid tu dengan flight. Dia sapa hadis tu dengan flight juga. Kita naik kaca. Babu man nadhara an yamshiya ila al-Ka'bah. وبلا قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس حدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركبا. وبلا قال حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا قال ابناه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك واللفظ لكتيبة وابن حجر. وبلا قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدارودية عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد وذكر مثله. وبلا قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيل عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. وبلا قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال حدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق باب في الكفارة النذر. وبلا قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد العالى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخيل عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.